يوم الوداع الحب ضاع صارت ورفرفت. في بنت بمصر انحبست بسبب المحتوى اللي بتقدمه على التيك توك. الصراحة أنا ما كنت بعرفها، ويا ريتني ما عرفتها ولا تعرفت عليها، لأني لما دخلت على الصفحة عندها على التيك توك فرجت على الفيديوهات تبعها، قلت يعني استغربت يعني شو الشيء اللي عملته اللي أدى إنه تنحبس. فلما شفت الفيديوهات يعني قلبت معدتي وكنت رح استفرغ. فخلينا نشوف الفيديو تبعها، أو فيديو من الفيديوهات اللي بتقرف من تبعيتها. هاي يا جايز، لبس اللايف بط. صباح الخير. الفانيلا كارينا، يلا بسرعة اشخ. لا لا لا، مش هتشخوا معايا، هتشخوا. اسفة اتأخرت عليكم. بلبس معاكم وده التوب يا اختي. استني فين وشه من جفاف. بصي يا اختي، دي التوب كده بيتلبس كده اهو، بس امسك دي بايه؟ امسكها بايه يا اختي بقى؟ بديت جمال التوب. راح اغسل وشي معفن ومرتب ده. انا بدي اعرف شو الشيء اللي صار مع البنت في حياتها لحتى وصل لهالمرحلة هاي. في شيء غريب، يعني مستحيل حدا صاحي او ما في عنده شيء عاشه بحياته، صدمة، اكتئاب. يعني في الشغلة فيها إنه خلينا نشوف فيديو تاني لأنا. هاي يا جايز، لبس اللايف. شعري اكرد. الفانيلا كارينا، عشان الحاجه تبقى طويله يا اختي. وده التوب يا اختي، فانيلا كارينا عشان الحاجه تبقى مش قصيره وانا بتحرك. اوكي، لقيت سنجاب، لقيت سنجاب، سنجاب سنجاب. الله يعينه وين للسنجاب، البنطلون؟ يعني الله لا، يعينه لا للسنجاب. لا 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 لا. الله يعين الأطفال. دوشة يا عروسة، لازم نرتبها النهارده. ايمو جماعة، ايمو دول يعني ناس بيحبوا يلبسوا اسود، بيسمعوا لستايل معين من الاغاني، مش عباد شياطين خالص. اوكي، افهموا بقى. شايفاك اللي بتقولي شعرك اقرا تروحي سرحيه يا منتنه، بس ثانية واحدة. هلا هذا هو المحتوى تبعها، بس برأيي انه المحتوى اللي عم تقدمه على التيك توك هلا هو بيقرف ومقزز، وقلبت معدتي لما تفرجت على الفيديوهات تبعيتها. بس برأيي انه ما هالشي يعني ما لازم يؤدي انه تنحبس. يعني كان فيهم انه يسكروا حساب التيك توك ويمنعوها انها تنزل فيديوهات جديدة، وبالاضافة انه غرامة مالية وخلاص. لحد ما اكتشفت انه هي مو بس يعني ما حبسوها بس مشان هالشغلة، حبسوها مشان التعاطي. طلعت البنت شميمة يعني يعني الصراحة واضح عليها بالفيديوهات انه في عندها يعني في خضة في المخ، السيستم مو زيبت عندها، يعني مبين هالشي بالفيديوهات تبعيتها. فطلع ورا هالشي التعاطي. خلينا نشوف الفيديو. شفت اول ظهور لوعد يا وعد بعد القبض عليها؟ ما شفتش؟ تعال. الاداره العامه لحمايه الاداب لقت ان في واحده بتنزل فيديوهات بتقول فيها الفاظ خادشه للحياه وبتعمل حركات خارجه ومقرفه تتنافى مع مبادئ وقيم المجتمع، والشرطه عرفت انها ساكنه في اكتوبر وقبضت عليها من بيتها، ولقت معاها تليفون وممنوعات، والتليفون ده مليان فيديوهات مخله من اللي هي بتعملها وبتنزلها على صفحتها، واعترفت انها بتنزل الفيديوهات المقززه دي عشان تزود المشاهدات وتجيب ريتش، لان للاسف في ناس بتحب الحاجات المقرفه دي، واعترفت كمان ان الممنوعات اللي ظبطوها معاها بجرد التعاطي وحولوها للنيابه عشان يتحقق معاها وتتحاسب. انت بقى كنت من متابعين وعد يا وعد ولا لا؟ يعني انا الصراحة قلت لحالي انه هالبنت يا في عندها نقص في المخ يا اما بتتعاطى شيء، وطلعت بتتعاطى. الصراحة انا انصدمت صدمة عمري لما دخلت لعندها الصفحة وشفت انه في عندها فوق 600 الف متابع. يعني تخيل انت 600 الف شخص عم يتابع هيك هبل وهيك قرف. يعني انا بدي اعرف مين الاهبل، مين الحيوان، مين المنحط التافه يلي عم يتابع هيك شخص. فالصراحة يعني ما بلومها، يعني هي بلومة أنا، بس أنت لما بتعمل شي وبتشوف نتيجة مقابل هذا الشي فبتفكر حالك أنت صح وبتكمل فيه. وهي هاي البنت هيك صار فيها، فكرت حالها إنه إيه، قال هي شو إنه عم تطلع قال عم تمزح وعم مشان الناس يضحكوا. يعني أنا ما شفت شي بضحك أبدا، يعني محتواك زبالة. خلينا نشوف هاي شو عم تقول عليها. اول ما تشوفه خلقتي اعرف انه انا مش هسكت بالمره. وعد يا وعد، اسم على مسمى يا حبيبتي، تم القاء القبض عليكي وفعلا اجاكي الوعد. طب انحبست على ايش؟ كان معروف بات 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 بات. انحبست على هاي، وانحبست انه هي عم تعمل محتوى مخل بالاداب وخادش للحياة، وهو فعلا كان نفسي افهم شغله واحده بس، ايش اللي الله جبرك انه انتي تطلعي على السوشيال ميديا بالمنظر هاد وتقرفينا وتقرفي حالك وبالاخر تنحبسي؟ يعني ما في فايدة، عملتي هذا المحتوى قرفتينا كلنا وانحبستي. وفي تقرير حكى انه هي انمسكت على ممنوعات، وهذا الاشي صدمنا كلنا.
فرجاء يا بنات يا بنوتات يا أمامير يا حلوين، إذا بدكم تشتهروا في مليون طريقة وطريقة حلوة، في مليون طريقة وطريقة يمين مش شمال، يمين كتير حلوة إنكم تنشهروا فيها، مش بالمنظر هاد. أنا ما بعرف صراحة شو شعورك وانتي بالحبس، هلأ يمكن ندمانة يمكن لا، ولكن بالفعل يعني أنا الصراحة يعني البنات بشكل عام لما بيطلعوا على السوشيال ميديا بينشهروا أسرع من الشباب بكتير. يعني حي الله بنت أي بنت تطلع على السوشيال ميديا بتنشهر أكتر أسرع من الشاب، بس كانت يعني يعني ما بعرف. أنا بدعي إنه الله يهدينا كلنا ويهديكي، واوعكم تشمتوا بحدا يا اخوان بالمرة، واوعكم تضحكوا انها انحبست ما انحبست، لا ولا صحيح ادعوا انه الله ما لنا يفك شمتانية، اسرها يا يعني أنا رب ان ماني شاء شمتان الله، أبدا. ويفرج همها يا رب، وادعوا لها بالهداية، ما نتشمت بمصيبة غيرنا الله عشان يهديها. احنا ما نوقع في المصيبة لا نفسها لا رجاء. ما بتشمل. على كل حال البنت انقبض عليها وانحبست. هلا الصراحة ما عرفت شو قد حبسوها، بس على يعني تقديريا اقل شيء يمكن سنة، لان الشغلة فيها تعاطي. وبس هذا الفيديو كان لليوم. الصراحة عم فكر نزل فيديوهات بشكل اكتر، يعني يوم ايه يوم لا، اذا قدرت اذا حسنت رح انزل يوم ايه يوم لا، لاني الصراحة عم نزل كتير قليل، يعني 6 شهور ماني منزل غير 14 فيديو، فان شاء الله رح اصير انزل بشكل اكتر. وبس بشوفكم فيديو جديد. سلاس. يوم الوداع الحب ضاع. آخ يا وعد.